السلام عليكم، معكم جبس مصر وفيديو جديد. ازيك عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انتوا وحشتوني جدا جدا جدا. انا عارفه جبس بيتضايق من الحته دي. ده ماشي، انت لسه قايله امبارح وحشتوني. لا ده انا بحبهم. كلمة اخواتي. وحشتوني دي بتيجي بعد مثلا ايه؟ لما عملتيش 5 6 غبت عنهم اسبوع. اخواتي. ماشي انا بقول لك. اخواتي. خلص الكلام. ماشي. خلص الكلام. يا رب دايما تكونوا بخير، احلى ناس في الدنيا. انا بحبكم. بلاش استفزاز عشان اديكي بالكشاف. ماشي. يلا. النهارده يا جماعه جايين نفتح الهدايا اللي جات لنا في التجمع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وهنقول كلمتين برضك في شويه حاجات برضك حصلت في التجمع كده، اللي هي بالنسبه للنظام والامن اللي انا كنت قايل عليهم اصلا، وبالنسبه للحاجات دي ما حصلتش. فهشرح لكم كل حاجه وهنفتح الهدايا في الفيديو ده ان شاء الله. اقسم بالله العلي العظيم هو غصب عنه، هو جايب لكم شركه امن وكان في. هنحكي ده كله من الاول للاخر يعني، بس اللي هو بملخص يعني. تمام. بس انت لو اول مره تتفرج علينا او اول مره تشوفنا، انزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لنا لايك للفيديو ده لو عايز تنضم مملكتنا الجميله المتواضعه اللي انت شفتها في التجمع دي، اللي كان فيه ضعفها تاني ما جاش. اللي هم برضك لو عايزين تعرفوهم كتبوا في الكومنتات تحت هناك. كان في ناس كتير جدا كانت عايزه تيجي، بس اللي كان عنده ظروف، واللي كان برضك اللي ما كانش مثلا ابوه عايز يوديه، اللي كان ابوه خايف عليه عشان مثلا كان يوم 24 يناير، يعني كان في ضعف الناس دي ما جاتش. أيوة. الحمد لله وبفضل الله. انا ما كنتش متخيل الناس دي كلها تيجي. انا اقول مثلا كنت هي 1000 مثلا اقسم يعني. بالله قبل ما انام فبقول له يا جبس ايه رايك؟ ده احنا صرف له مصاريف كتير، تتخيل لو محدش جه. انا اليوم ده يا جماعه نمت الساعه 2 بالليل، صحيت الساعه 4 الفجر، ما عرفتش انام تاني لغايه الساعه كام 10 الصبح كده. من كتر الفرحه. كتر الفرحه اقسم والله بالله العظيم. من كتر الفرحه انا عماله انام واصحى اقول له انت يا ابني فرحان؟ والله العظيم فرحان اللي انت هتشوف اهلك وناسك. يقول لي ما انا عارف. اليوم كان بالنسبه لي خوف اللي انا ايه يعني. اول مره اعمل تجمع بالنسبه لليوتيوب. التجمعات اللي احنا كنا بنعملها قبل كده كانت ايام بقى التيك توك بقى، كنا بنعمل مثلا في كايرو فيستيفال بتاعي، كان بيجي لنا بتاع 100 نفر 200 نفر 300 نفر. فيعني انا قلت يوم ما هيجي لي مثلا، انا اول مره اعمل تجمع في اليوتيوب يعني، من ساعه ما دخلت اليوتيوب ما عملتش تجمعات ولا عملت اي تجمعات اصلا. فقلت هيجي لي مثلا بتاع 1000 بتاع، حتى صاحب المكان قال لي هيجي لك بتاع 200 300. قلت له لا 1000 يعني ايه مقابل يعني اخرنا 1000 يعني. قال لي خلاص تمام ماشي. فانا لما رحت يعني اتصدمت. اول حاجه اقسم بالله انا اول طلعت المسرح انا دمعت الناس دي كلها، وكنت حاطط في دماغي ان كل اللي جايين مثلا اطفال، لكن اتفاجئت والله العظيم يعني. انا معلش بعد احترامي لاي حد، هو طبعا كل اللي بيتابع السوشيال ميديا 3/4 ونصهم بيكونوا اطفال. ليه؟ فمعلش انا ده يعتبر ده مجالي يعني، ان انا بقدم فيديوهات وكده، فغصب عني انا بتابع السوشيال ميديا وبتاع. انما دونا عن غيري مثلا، يعتبر انا اب دلوقتي، اب عندي 26 سنه، عندي 30 سنه، عندي عيال، عندي زوجه، فاكيد ليا شغل غير السوشيال ميديا، فاكيد انا مركز في شغلي. ما عنديش وقت ان انا امسك التليفون اتفرج على ده واتفرج على ده واشوف ده واشوف ده. فاكيد انتوا فاهمين دماغي. فهو اكيد كل اللي 3/4 اللي متابع السوشيال ميديا فاللي هم من سن من 18 ل 20 سنه. بس انا رحت هناك لقيت ناس كبيره يعني، لقيت في اطفال كتير، بس برضو موجود ناس كبيره واتصورت معانا وستات كبيره ولقيت راجل قد ابويا يعني الموضوع كان مختلف خالص. انا الحمد لله اليوم ده فرحت فيه جدا. اول حاجه اول ما دخلنا المكان، طبعا الدنيا كانت زحمه. انا المفروض اول حاجه متفق مع صحاب الحديقه ان عايز ستيدج وعايز فاصل يفصل ما بين الولاد والبنات. دي تاني حاجه. تالت حاجه عايز فوق الستيدج يكون في بانر بتاعت ايه، عشان ساعه لما الناس تطلع تتصور يكون في ايه خلفيه واجهه كده حلوه يعني. رابع حاجه عايز شركه امن. قال لي شركه امن هتكلف كتير جدا وبتاع. قلت له انا عايز امن المكان. قال لي خلاص هنقلبها ايه ل6 جردات، 6 جردات او 8 هيأمنوا برضك المكان ولاسلكي وبتاع قلت له خلاص ماشي. عايز دلوقتي 6 جردات. 6 جردات دول هيعملوا ايه يا جماعه؟ 6 هيكونوا واقفين على الستيج، بس المكان تحت هيكون متأمن مع الناس اللي هم في اصحاب الحديقه. البنات طبعا لوحدهم، مع طول البنات لوحدهم والولاد لوحدهم، والجردات فوق الستيج، بحيث ان ما حدش يطلع واليوم يبقى ماشي بنظام. هو كده يعتبر كده اليوم ماشي بنظام. اهو البنات عمرهم ما يضايقوا بعضيهم والولاد عمرهم ما يضايقوا بعضيهم. كلام جميل. انا رحت لقيت كلام غير ده خالص. لقيت الولاد مع البنات مفيش فاصل ما بينهم. لقيت مفيش جردات. فين الجردات اللي انا طالبهم؟ مفيش الكلام ده كله. طلعت فوق
اول حاجه بس ايه، طبعا انا من فرحتي ما كنتش واخد بالي من الحاجات دي كلها، ما كنتش واخد فرحتي الناس دي كلها، انا ما اعرفش. المهم طلعت فوق اتكلمت مع الناس شويه، ازيكم عاملين ايه، قعدنا نهزر ونضحك وبتاع. فانا لاحظت كده في كام بنت وسط الولاد وفي ست كبيره وسط الولاد، فانا اتضايقت من الموضوع. فالمهم رحت نازل تاني من على الستيج، دخلت الاوضه اللي جوه، مع اني بهدله اقسم بربي. بقيت انا يعتبر انا مسلم قدامي، وفي ناس يعني ايه، في بتاع 5 أو 6 حواليا كده، وانا مسلم قدامي. طبعا انا كل خوفي على مسلم مش على نفسي. فطبعا الناس بتزق، فالناس بتزق الناس اللي هي حواليا، فالناس اللي حواليا دي طبعا غصب عنها بتيجي عليا. فانا اللي كل شويه اخد الضربه من هنا، اخد الضربه من هنا، جسمي كان متهمد في الراحه وفي الجايه. المهم دخلنا الاوضه، رحت بتكلم بقى مع الناس اللي هي المفروض بقى ان هم بيأمنوا المكان والكلام ده كله. انا مش طالع على الستيج انا لما اشوف البنات لوحدها والولاد لوحدها، واشوف ناس محاوطه الستيج من فوق، ان انا اعرف اتكلم مع الناس، عشان عايز الناس تتصور بنظام. يعني الناس لو اتصورت بنظام كلهم هيتصوروا، انما لو هوجه وكلهم وكل واحد ماسك تليفون ما حدش عارف يتصور صوره حلوه، ومش هيعرف ياخد الصوره كده، اطلع مهزوزه بتاع الكلام ده كله. فقال لي خلاص ماشي، هو ده اللي انا كنت عايزه. كان عايز يوم اللي يمشي اليوم كله يمشي بنظام، ما حدش يمشي زعلان. زي ما انا قلت كنت قعدت احلف كتير والله ما حد هيمشي لو مشيت بالليل كمان. بس الموضوع كله ان انا اتهلكت اصلا في اليوم ده بسبب الراحه والجايه والخبط من هنا والزق وبتاع والكلام ده كله. وبصراحه هو كان تعبان اساسا قبلها بيومين، هو كان تعب. هو انا قعدت يومين حتى الناس اللي متابعاني على الانستجرام والله كانت شايفه ده. انا لما جيت اليوم ده، انا اخر اليوم كنت والله العظيم رجعتني دم، كنت بكح كده غصب عني، بتف جنب الكرسي، والله العظيم دم طلع والله من الكتمه يعني، ومن خنقه ورفع الضغط والكلام ده كله. المهم دخلت جوه، قالوا له خلاص ماشي هننظم. اول ما راح جولي وقالوا لي ايه خلاص البنات لوحدها والولاد لوحدها وكل شيء تمام، وكمان الستيتش كله تمام. قلت له خلاص ماشي. طلعت فوق الستيتش، اول ما طلعت فوق الستيتش لقيت الكلام جميل. قلت لهم بقى بصوا يا جماعه، المفروض كنت انا هوزع بقى التيشيرتات دلوقتي، وبعد التيشيرتات هنتصور. كلام جميل، قال لك كلام جميل. وزعت اول تيشيرت، تاني تيشيرت لسه بوزع فيه، لقيت لك اللهم صل على النبي تاني. الان المفروض الامن اللي على الستيج فوق الناس كلها برضو طلعت تاني. ليه بقى ليه اللي بيحصل ده؟ عشان الناس اللي هي المفروض بتامن الستيج وما تطلعش حد عشان كله هيصور بنظام. ليه مثلا واحد مطلع، يعني كل واحد مطلع لي 2، خد الصور مع دول عشان ماشي، خد الصور مع دول مع ماشي. فطبيعي اللي تحت شايف ال2 اللي طلعوا فوق بيتصوروا، فهو بيحسب خلاص ان ده وقت التصوير، فبيطلع هو كمان يتصور، فده طلع ده طلع ده طلع. الزحمه برضك عملت تاني، خدنا بعض هنا وبرضك قلت له نزلني تاني، انا عايز اتكلم مع صاحب الجنينه. دخلت جوه قلت له يا باشا مفروض دلوقتي لو في جردات فاهمه شغلها، لان ده شغلها هي اللي بتعمله. موضوع ان الناس اللي انت جايبها هي اللي بتطلع الناس تتصور، فالناس بتشوف الناس بتتصور فبتطلع تتصور هي كمان. قال لك خلاص ماشي. رجعنا تاني، كل ده راحه جايه وتهميد واحنا رايحين موضوع تاني اقسم بالله. رجعنا تاني وما كده ما وزعناش الا تيشيرتين، ما لحقناش نعمل حاجه. اول ما رجعنا تاني انا كان كل هم خلاص بقى، كانت الدنيا بتليل ساعتها، كل هم مش عايز البنات تتمرمط في الموضوع. بالنسبه للولاد الولاد عايز يستحملوا. وعمال يقول لما دخل الاوضه ويتصور هاتولي البنات الاول، هاتولي البنات الاول. ده الاوضه كانت تالت حاجه. طلعت فوق اول حاجه على الستيج، فطلبت من الولاد قلت لهم بعد اذنكم بعد احترامي ليكم معلش اعتبروا البنات دي اخواتكم، مش هقول لكم اعتبروهم اخواتكم، انا هخليهم هم دلوقتي يطلعوا يتصوروا الاول، وبعدين انتوا اللي تطلعوا، عشان هم برضك لو يلحقوا يروحوا عشان لا الدنيا تتاخر عليهم ولا حاجه. الولاد كلهم قالوا خلاص موافقين وبتاع والكلام ده كله. البنات طلعت يعني يعتبر كلهم اتصوروا على ما اظن يعني، او 3/4 بنات كتير جدا اتصورت تمام، وكانت في ستات كبيره كانت على راسنا والكلام ده كله. خلصنا البنات برضو حصلت هوجه، وكان في بعض من الناس كان بتفك الاستيدج كان هيقع والكلام ده كله. ده الكلام ده كان في الاخر، ما تعرفش كان ايه اللي بيحصل يعني عامه. المهم نزلنا تاني دخلنا الاوضه. انا المفروض بقى بعد الموضوع ده كله ان انا امشي، زي ما انا اللي حكيته لكم ده انا كنت اتهلكت وبموت، والله كنت بموت. دخلنا الاوضه، طبعا انا مش عايز امشي، عشان انا اوعدت الناس ان انا مش همشي الا لما اكون كلكم ماشيين متصورين ومرضيين و100 فل و10 تمام. دخلت الاوضه مع اني كنت تعبان جدا، قلت لهم انا هقعد في الاوضه هنا، ودخل لي 5 تنفار يتصوروا ويخرجوا هات غيرهم، يصوروا ويخرجوا هات غيرهم. قال لي طب ما كده الوقت هتاخر، قلت له عادي انا قاعد معاكم.
وفعلا ده اللي حصل. دخلت الاوضه مع ان الخلفيه ما كانتش حلوه وبتاع، بس الناس كانت بتصور. صورنا برضو مع يعتبر 3/4 الشباب، وكل ما فيش الا يعني يعتبر حبه صغيرين من الناس ما اتصورتش، وانا كنت زعلان عليهم. انا المفروض ان هم كانوا هيصوروا، بس صدقوني اقسم بالله انا كنت جبت اخري فعلا والله كنت دايخ ومش عارف اخد نفسي. طبعا الاوضه مقفوله وبرضو مليانه ناس اللي هم يعتبر كانوا حواليا والكلام ده كله، والموضوع كان يعني مش قادر. الضغط عندي كان عالي خالص، وروحت البيت يعني الناس اللي كانت متابعاني من السرير كانت شايفه شكلي عامل ازاي. ورحت ساعتها اقسم بالله جبت له حقنه وخد حقنه حتى ابو جدي هو اللي بيديها لي والله. وامبارح خدت حقنه، النهارده برضه هاخد حقنه. راح ادي حقنه، هنخلص الفيديو راح ادي حقنه. موضوع تاني خالص. امبارح كنت بموت بس كده يا جماعه. هو كل الموضوع ده كده ايه، انا يعتبر كان بالنسبه لي اللي مزعلني في الموضوع ان هو اول ما جه كان البنات مع الولاد والحمد لله اتفصلوا. التاني موضوع اللي كان مزعلني ان في بعض من الناس مشيت ما اتصورتش. فدي حقكم والله، لو بتحبوني او بتحبوا المسلمين احنا اسفين لكم كلكم. يا ريت على راسي يا ريت اقسم بالله يا ريت ما حدش يزعل مننا والله العظيم، كان غصب عننا. وانتوا شفتوا واكيد انتوا شفتوا ازاي احنا كنا بنعدي وبنروح وبنيجي كنا تعبانين اقسم الحمد بالله. لله. طبعا احنا بنشكر كل الناس اللي جت شرفتنا على راسنا ونورتنا اقسم بالله من القاهره وكل المحافظات. يعني انا والله فرحت جدا. في الواحد بيقول جاي من الصعيد وجاي من بنها وجاي من بني سويف وجاي من الشرقيه ومن العاشر. من احنا كنا مبسوطين يعني في اماكن كتير جدا محافظات جنبينا والله العظيم كلكم على راسنا شرفتونا ونورتونا. ان شاء الله التجمع ده بس هنعمله بقى على حاجه احسن وشركه تأمين احسن. اكيد بص، هو كل الموضوع اللي حصل شركه التأمين لو كانت نضيفه. لا مش شركه التأمين. انا كنت مسيستم الموضوع في دماغي، مش من ناحيه الفلوس، عادي في الفلوس، بس ايه مسيستم الموضوع ان انا هو كان ماشي صح زي ما انا قلت لكم في الاول الحاجات اللي انا قلتها. فهو كل الموضوع كل شويه يقول لي سيبها عليا انا هظبطها يا حاجه، انا هعمل كذا كذا كذا. يقول انا مالكش دعوه، انا هظبط لك الدنيا. حتى وانا جاي في الطريق الجردات جت، بس تعالى انت فين دلوقتي؟ انا قدام 10 دقايق واكون موجود. طب الجردات جت عشان تستناني على الباب عشان المسلمين ما تتبهدلش، بس تعالى انت مالكش دعوه. اول ما نزلت من العربيه لقيت الموضوع مختلف. ناس كده تاني، الناس بتاعت الجنينه هي اللي بتحوطني. طلعت فين الجردات فين الجردات يا جدعان؟ الجردات فين الجردات؟ فين الامن؟ فين الناس؟ فين الدنيا كانت بايظه خالص في الاول، بس الحمد لله كل ده مشي على خير. وبعد من كل الناس مشيت مرضيه. في بعض بس شويه صغيرين كده اللي هم ما اتصوروش، في حقكم على راسنا والله. ان شاء الله في التجمع التاني. وما تزعلوش لو بتحبوا المسلم وابو دي بتبقى غلطه بسيطه كده اللي هي بالنسبه للامن، بس اكيد يعني محدش بيتعلم ببلاش. دي اول مره دي حاجه اعملها. حتى والله انا كنت بكلم رامي اخو جرجس التوينز، والله هو برضو يعتبر كان قبل ما يخش اليوتيوب كان منظم حفلات. والله اوريكم قال لي ايه، سوالي كده. بصوا يا جماعه، انا كنت بكلمه وبعت له حته من الفيديو اللي هو بقول له بص الناس كانت كتيره قد ايه، فبيقول لي ما شاء الله. بص هنا كنت بقول له ايه، بص يا قلبي اليوم ده بجد يعني يعتبر هو ما يعني انا تعبت بس بجد اليوم ده كان يوم جميل بالنسبه لي. اتفاجئت بالناس كتير كده بتحبني، ما كنتش متصور ان العدد ده يجيلي، فاهم انت؟ بس للاسف الامن كان ضايع خالص يا اسطى، الامن كان ضايع والله. وزعلت جدا الناس اللي ما اتصورتش. لو كان الموضوع ماشي بنظام كان اتصور وخلص. بص يا حبي، يعني انا كواحد عملت مثلا حفلات كتير 13 حفلة بقى، فاللي هو كانت كلها بالالوفات. فاللي انت بتتكلم عليه ده لا انت تحمد ربنا وكده، انت عامل حاجة كويسة جدا 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 لأول مرة. لان انت ما بتبقاش اتعاملت مع بتاع الصوت ولا بتاع المسرح ولا الجردات ولا بالمكان، فاللي هو انت بتجرب الناس كلها لأول مرة. فلو كل واحد غلط غلطة بسيطة بس هتلاقي نفسك غلطت تيجي 6-7 غلطات، انت فاهمني؟ فلا يعني انا مثلا اول مرة عملت حفلة، واحد صاحبي عربية ازاز والازاز بتاعها اتكسر، كل الازاز اتكسر والبوابة وقعت عليا من زحمة الناس. كان في ناس كتير جدا بره جدا. وايه تاني؟ وجالي امن الدولة اللي هو انت عامل تجمهر وقافل لي شارع البعثة ده، فكان حوار كبير قوي. فاللي هو انت بتتكلم في حاجة لا انت كده زي الفل على فكرة. بس بعد ما رامي شاف الموضوع، هو اصلا كده يعتبر كان منظم حفلات، ففرحنا اكتر الصراحه. اللي هو الحمد لله اليوم كان ناجح من اوله لاخره. وبعد بس الناس اللي ما اتصورتش دي، واللي كان خانقني اكتر اصلا ان انا المفروض كان في سماعتين ومايك ان انا اعرف اتكلم مع الناس، رحت لقيت سماعه والمايك مش شغال. وكل شويه حتى الناس اللي كانت موجوده اتعصبت بجد على جايب له واحد ماسك المايك، ماسك البتاع المايك، كل شويه اجي اتكلم كلمه تقطع.
الحمد لله على كل شيء يلا. الحمد لله اللي عدت وهنعمل اكيد لكم اكيد حاجه احسن. اكيد الحاجه اللي هتبقى بعد كده انا اللي هتفق مع شركه الامن بنفسي بذات نفسي. والله. تمام. انا اللي هجيب مكان اكيد هيبقى احلى من ده اكيد بمراحل. تمام. انا اللي هنظم كل حاجه بنفسي. اي حد هيجي يقول لي سيب لي الموضوع عليا انا استحاله لا استحاله. يلا بينا نفتح الهدايا. يلا بقى نفتح الهدايا اللي جات لنا دي. طبعا احنا بنشكر الناس اللي جابت الهدايا مقدما، والمفروض انه مش عيد ميلاد بس الناس دي تكرم والله اللي جابت لنا هدايا. نفتحها دلوقتي نشوفها. الهديه دي يا جماعه من مين؟ بصوا كاتب رسالتين. يا رب تكمل 1,000,000 و2 مليون مشترك. ايه بحبك يا جبس مصر. محمود صبري كفر الشيخ. حبيبي يا محمود صبري والله العظيم من كفر الشيخ. الف مبروك يا جبس مصر. تحياتي للاخت ام مسلم وابن صغير سليم. يا رب يخليكم لبعض ودايما من نجاح لنجاح. اخوك محمود صبري. حبيبي يا محمود والله تسلم يا حبيب قلبي على الكلام الجميل ده. انا اللي هفتح الهديه في ايه؟ ماشي بالراحه. الشكلت بتاعي. اي شكلت بتاعي. تسلم يا حوده. انا هاكل سنيكرز وانت كل موت. يلا عليك يا رخم. سيب لي حته. سيب لي حته عشان ما ازعلكش. كده الناس هتزعل. انت مره ايه؟ لا انا بحب دي. لا ماشي افضل ايه معاك؟ انجلش. ماشي. غمض عينك. شكلها تحفه بصراحه. شكلها بالوقت. واو الله دي جامده. استنى مش هقولها كده. طيب لا. انا لا الله والله جميله جدا. الله والله العظيم تحفه. احلى هديه شفتها في حياتي. يا جماعه الله جميله بصراحه تحفه. جميله والله العظيم. تسلم ايدك يا محمود. الله دي جميله. لا بص مختار اقسم بربي مختار 4 صور قريبين لقلبي. بصي الصوره دي عشان والله لو فتحت لك في تليفوني والله لو اوريها للناس. فين التليفون بتاعي؟ جميله تسلم ايدك. والله لو اوريها للناس. بص اهي يا جماعه. بصوا انا حاططها اهي. بص حاططها خلفيه. الصوره دي بقى اللي انا بعشقها مش بحبها بس. كنا انا وسليم لسه كان سليم اول مره يعتبر كده 4 شهور او 6 شهور. الصوره دي طبعا بحبها جدا 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 على الانستجرام. وطبعا الصوره دي بتاع اول ما جبنا الدرعين حتى سليم اهو. والصوره دي اللي ضحكتنا فيها جميله يعني بجد. 4 صور قريبين على قلبنا. تحت اختار محمود. تسلم يا حبيب قلبي وتحياتي لكفر الشيخ كلها ونورتنا وشرفتنا يا حبيبي. تاني هديه. بص هي باين كاتبه اهي. بص اهي هنا ايوه. تحياتي من قناه اشرقت واخواتها ماما. صح؟ ايوه اشرقت واخواتها ماما. قناه اشرقت واخواتها ماما يا جماعه. الف مبروك على 500,000 يا جبس مصر. جبس مصر. والعروسه دي جميله مكتوب يعني المفروض دي معاها برضو صح؟ المفروض ايه؟ جميله سليم. تسلم ايدك يا ست الكل. هي اشرقت. تسلم ايدك. تسلم ايدك يا ست الكل على الهدايا الجميله دي والله تحفه والله. جميله. تسلم ايدك. وحلوه العروسه دي. جميله. اللي بعده. ديت انا تقريبا سمعت الهديه دي اللي بتقول عاملاها على ايديها. ما خدتش بالي. انا ما كنتش واخد بالي من اي حاجه الصراحه. مدير انت دي البوز بقى انا خدت بالي منها كده اهو. بس ليه هو اللي فتحها بقى. ما غصب عنه هو كان عمال بيتسمن في الحاجه الصراحه. ولا لا افتح ولا هو قاعد يقول لي حاجه بتفتحيها. افتحها سيبها لك تتفتح. ايه البوز المفتوحه دي؟ اول مره اشوفها البوز مفتوح. وريني افتحها لك. برافو او برافي يلي جابت الهديه دي عشان انت كده خدتي لي حقي. اقسم بالله خدتي لي حقي او خدت لي حقي. جيب لي علبه كبريت. علبه كبريت حبيبي. بص هو ايه ده فعلا حقك. ده فعلا هو اصلها. ده اصلها. هو واحد ولا واحده؟ ده واحد. والله العظيم. بص كاتب ايه يا جماعه؟ كاتب اهو في الورقه دي. بص وعلبه المناديل كمان جايبها لك ايه؟ لا ده عشان ما تشخللش ولا ايه؟ مش عارف. هي شكلها كده. ده جزء من حق ام مسلم. اوعى تزعل يا جبس. دماغك شغاله مش بتنام.
حاطط الانستجرام بتاعه ويبقى كلمني انستجرام عايز اعمل معاك فيديوهات. بحبك يا جبس حبيبي حبيبي يا نجم. خدت لي حقي. اسمه ايه؟ احمد حبيبي يا هو كاتب احمر بس. احمد. لذيذ الفلفل برضه جايه لوحدها؟ جايه لوحدها. دي لا دي كانت البنوته الصغنططه هي اللي مديها لك، فاكره اللي كانت بتعيط؟ هي دي البنوته الصغيره اللي كانت طالعه معانا في الفيديو يا جماعه اللي هي كانت بتعيط. عينها كانت ملونه كده صعبت عليا، انا عيطت عليها. انا عيطت عليها. كده معانا بيرفيومتين اهو. وده حبه لعب تقريبا بس مش جاي معاه حاجه. مش جاي معاه ورقه ولا حاجه؟ لا مش جاي معاه حاجه. هو اللي جايب الحاجات دي ينزلوا لنا في الكومنتات يا جماعه. اللي جايب دول ايه ده؟ فيه جنيه. ما هو تلاقي سليم. وراح فين؟ والله شفت جنيه اهو. انت اللي جايبه الجيب ده ولا اسمه ولا حاجته؟ انزلوا لنا في الكومنتات باللي جايب الهديه دي جايبه العاب كلها الستيم وبتاع برضه. تسلم ايدي اللي جابها بس انا مش كاتب ورقه فتسلم ايدي. تسلم ايدك. انزلوا لنا في الكومنتات برضه. خليهم هنا. ده ايه؟ واو تيشيرت السليم. استنى مش ملاحظ ان انت فتحت كل حاجه؟ واو فيها ايه يعني؟ سيبيني افتح شويه انه يوم ما فتحت واحده طلعت مقلب. دي في ورقتين اهو. هنقرا الورقتين. ألف مبروك وعقبال المليون مشترك ويا رب تحقق كل اللي نفسك فيه ويخليكم لبعض ويخلي لكم سليم. بحبكم جدا جدا. متابعاكم ميرنا. بحبك يا سليم. هجوزهولك ان شاء الله. بحبك يا سليم. هجوزهولك يا ميرنا. الثانيه دي. كل سنة وانت طيبة يا ام سليم وعقبال النص مليون يا رب. بحبك جدا. استمري فيديوهاتك حلوة وبتعجبنا. ربنا يخليكم لبعض ودايما مفرحينا. متابعاكم ميرنا. ربنا يخليك يا ميرنا. وجايبه تيشيرت تحفه لسليم. تيشيرت جميل على فكرة ومقاسه برضه. هو لا عجبني جدا والله ما توفي مقاس ابنك. تسلم ايدك يا ميرنا ومش عارف وعلى ما اعتقد اللي ديت اخر واحده. مفيش اي حاجه ليا ديت ليا شكلها. كده لا دي حريمي دي. والله دي ليا. ايوه ما هي شكلها حريمي. هي بنت حريمي. شكرا ليدي اللي جايبه واللي جايبه ينزل يقول لنا في الكومنتات يا جماعه لو سمحتوا. بس كده. بس انا اعتقد ان كده الهديه خلصت خالص. هو عموما انا يعتبر مش عيد ميلاد بس يعني تسلم ايد الناس اللي جت. وعلى فكره كان في ناس كتير معاها هدايا. الهدايا دي كده وصلت لنا بالعافيه. انت تحفه. خلاص يا بنتي. تسلم ايدي اللي جايباها وانزلوا لنا في الكومنتات. الف شكر للناس اللي جابت الحاجه دي. ربنا يخليكم لينا وان شاء الله باذن الله اول ما نجيب المليون باذن الله زي ما انا واعد عشان انا بحب لما بوعد بوفي. ان شاء الله التجمع اللي جاي هيكون في اسكندريه باذن الله. هيكون برضو في مكان اكيد هيبقى احلى. واكيد انا اللي هتفق مع شركه امن. مش مسيبنا بقى. اصل انا كنت اللي كله بحسبه جاي 1000 فاكيد برضو التجمع المليون هيكون اضعاف الاضعاف. فلازم تعمله كويس جدا. فمستحيل انا هجيب جردات. لا انا هجيب شركه امن وشركه تنظيم. يعني لما فهمت من رامي عرفت ان في شركه تنظيم غير شركه الامن. فانا هتفق مع الاثنين. واحده للتنظيم اللي هي هتنظم الناس وهتخلي برضو في جردات وناس واقفه ما بين الناس. فاهمني اللي بحيث ان محدش يزق حد ومشاكل والكلام ده كله. وايه تاني وشركه امن بقى اللي تامن المكان كله. فالموضوع اللي جاي هيكون مختلف غير ده خالص. وبرضك مش محدش برضك هحاول على قد ما اقدر محدش يدفع فلوس خالص. انا كل اللي بعمله ده ان بجمع مملكتي كلها بتبقى ايه كل 500,000. فباذن الله ان شاء الله باذن الله الحاجه اللي جايه دي هتكون احسن من اللي فاتت بكتير. وشرفتونا ونورتونا يا احلى ناس في الدنيا. بس استنى في حد اهو اتفرج وما عملش لايك بس انا نسيت اقول في اول الفيديو. انت ليه مش بتعمل لايك ولا بتعمل اشتراك؟ احنا والله مملكه عظيمه. يا كدابه يعني انا عايز اقول لك ان الفيديو بتاعك اللي هو بتاع العقاب وصل ل 100,000. بتقولي لي الناس مش بتعملش. اعملوا لايك يا جماعه مش زعل. بص اقسم بالله ال 100,000 دول على راسي من فوق وحياه ربنا انا بدعي لكم جدا ان انتوا وصلتوا الفيديو ده ل 100,000 عشان هعمل عقاب في ابو سليم تحفه. انا هخش اتفق معاكم على الانستجرام بقى. على الانستجرام نتقابل على الانستجرام يا احلى ناس في الدنيا. ايه ده؟ اسمه بقى هبه جبس بقى كده عارفينه. الناس اللي هتروح تكتب لها بقى يا جماعه بالراحه عليك. بعد اذنكم خفيفه كده الحب جبس بس. لا خفيفه. لا انا اللي هطلع على الانستجرام. والله انا اطلع دلوقتي. استنى والله بحبكم. هي هتعمل ستوري على الانستجرام دلوقتي. الناس اللي هتكتب لها بالله عليكم تكتبوا لها على حاجات خفيفه. خش على الانستجرام بتاع مسلم دلوقتي واكتبوا لها حاجات حلوه. زي ما كتبت عقوبات ليا شديده ومش عافيه بالله عليكم اكتبوا لي عقوبات حلوه. يلا بقى نشوفكم في فيديو جديد احلى ناس في الدنيا. بحبكم. مع السلامه.